السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو بجد جميل جدا. ناس كتير جدا ما بتاكلش الأكلة دي وحاسة ان هي أكلة مش كويسة وبيقرفوا منها وحاجات كتيرة جدا، بس بجد فايتكم كتير جدا جدا جدا. من أحلى الأكلات اللي انتي ممكن تاكليها الأرانب. طبعا من الفوائد اللي فيها اللي هي لا تحصى. لان هي طبعا فيها معادن وفيها طبعا فيتامينات وفيها حاجات كتيرة جدا. الملوخية بتاعتها اللي انتي مستحيل تاكلي طعمها تاني مهما تعملي ملوخيات وانواع. طبعا الملوخية دي هي الاساس، حاجة كده في منتهى الجمال. وطبعا انت ممكن تعملي كذا اكلة جنب الارانب. طبعا ادخلوا جوجل وشوفوا فوائد الارانب قد ايه، والنهارده هقول لكم ازاي تعمليها من الاول. طبعا انا الارنب ده انا مربيه في البيت، انا دبحاه عندي، فمرضتش اوريكم جزء التنظيف للناس اللي هي بتقرف. طبعا هتذبحيه، اول ما تذبحيه اول ما يهدى كده معاكي هتروحي فاتحه ظهره وتسلخيه على طول عشان الجلد ما يلزقش. وبعد كده بعد ما بتنضفي طبعا الامعاء هتجيبي ليمون وملح كتير ودقيق طبعا وشوية جنزبيل وتسيبيهم طبعا منقوعين عشان لو في اي زفارة ولا اي حاجة. وهتغسلي طبعا كتير 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 لحد ما تخلصي خالص. بالنسبة طبعا لدماغه الناس بتحب تسلخها طبعا، لكن انا في البيت لو مش هتعرفي تسلخيها بشوية مية سخنة كده وهتشيل طبعا الشعر بايدك. طبعا انا بس عشان انا ماسكه التليفون بايد واحده. وبعد كده او بالسكينه طبعا وهتغسليه طبعا كده وهتسلقيها طبعا معاهم. والفشه والكرشه وطبعا والامعاء التانية هتنضفيها. انا بعمله طبعا معامله الجديان. وطبعا دول انا بعملهم روايه وبطبخهم لوحدهم. الناس اللي عايزه طبيخ دول وطريقه تنظيفهم هنزلها لهم برضو في فيديو لوحده. هنروح طبعا للأرنب بتاعنا، هنحط طبعا هنا حبة سمنة أو حبة زيت، المادة الدهنية اللي انتي حباها. طبعا الأرانب دي خالية من الكوليسترول، مش هتلاقي فيها دهون كتير، عبارة عن كتل من اللحم. تمام. هتدي الأرانب صدمة كده في الأول لحد طبعا ما تبقى معاكي. طبعا هتقلبي الناحية دي والناحية دي لحد ما الارانب كده طبعا هي مش بتكش لان الارانب دي مليانه لحم. وطبعا اهم حاجه لما تجيبي الارانب تجيبي الارانب البلدي، ناس معرفه تربيه بيتي، تجيبيها وصاية عشان طبعا ما يكونش فيها اي حاجه. طبعا الارانب من الحاجات النظيفه اللي ما بتاكلش اي حاجه، ما بتاكلش غير الخضار. العلف نادر جدا لما تلاقيها تاكل برضو العلف، دايما هي متعوده على الخضار. بعد كده هتحطي بصلايه كبيره وطماطميه كبيره وتشوحيها، وبعد كده تنزلي بين الميه على طول. اول ما الميه تغلي هتكون عامله راس توم كده ومعاها قرن فلفل اخضر، وتحطيها معاها مكعب ماجي بتاع الفراخ وورقه اللورة وحبهان، وهتغطي عليها وتسيبها لحد ما تستوي. قبل ما تستوي بربع ساعه هتحطي الملح بتاعها. تمام. طبعا السوا بتاعها اهو هتكون طبعا تحسي ان اللحمه فصلت شويه عن العظم. انا بعرفها بالشكل، انت ما تعرفيش ممكن تدوقي حته لحمه. طبعا انا طبخت بمعظم الشوربه. بعد كده الملوخيه بعد ما خرطتها ناعم هحط طبعا الملوخيه في الشوربه، واول ما تغلي كده هفصلها. طبعا شايفين طبعا الملوخيه بتبقى خضرة وطعمها في منتهى الجمال. جنبي هنا طبعا انتي لو عايزة تشيلي جزء وتحطي الطشة بعدين او تحطي الطشة عامة براحتك. هنا هتجيبي الطشة بالثوم الاخضر والفلفل الاخضر اهو، قصدي بالفلفل الاخضر، وبعد كده بحبة كزبرة. انا هنا طبعا حاطة يا جماعة دهن على السمن اللي انا كنت حاطاه معاكم. وهتطش طبعا كده الطشة بتاعتنا الجميلة والملوخية بتاعتنا الجميلة، احلى ملوخية ممكن تاكليها الملوخية بالارانب يا جماعة. وبعد كده هتقلبي كويس. وجنب الناحية التانية انا بحمر الارانب تاني برضو. في ناس بتحبها مسلوقة، في ناس بتحبها متحمرة، لكن انا بحبها متحمرة في الزيت. وهنا طبعا اللي قطفتهم شوية لو انت عايزة تحطي في الطاجن طبعا وتعملي منظر التومة وهي على الملوخية. حاجة طبعا دي ترجعلك. كان المنظر طبعا الملوخية بتاعتي عاملة ازاي، والله العظيم كانت في منتهى الجمال يا جماعة. انا نادر لما بحلف في الفيديوهات، بس بجد الحاجة الجميلة. شايفين طبعا شكل الارانب واللحم بتاعها يا جماعة جميل جميل. والله العظيم انا من اكتر الاكلات اللي انا بحبها الارانب، لاني بحس ان انا باكل حاجة نظيفة، انضف من البط وانضف من الفراخ. هي والحمام من احسن الاكلات المفضلة عندي، لان هي اكلها نظيف ولحمها نظيف، طعمها كده زي طعم الفراخ البيضة على لحمة المعيز. مش الضاني يا جماعة، الناس اللي بتاكل المعيز
كده تحسي ان هما ميكس ما بينهم، ما فيهاش اي زفاره خالص، ما فيهاش اي حاجه. ودي الملوخيه. وبكده طبعا وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، حطوا لايك واشتركوا لي في القناه.